السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من ملعب المفتش. كل سنة وانتم بخير. الأهلي خلاص رجع، ودوري أبطال أفريقيا رجع، بس اللي ما رجعش لعيبة الأهلي وكولر. النهاردة أكننا بنتفرج على لسه على روي فيتوريا. شكل الأهلي النهاردة حاجة تكسب بصراحة. احنا قلنا يا جماعة في ليلة ماتش امبارح اللي شفنا امبارح، قلنا الأهلي لازم يلعب على التحولات، وإن الفريق ده بيمتاز بالكرات العرضية، ساعتها نلعب على السكند بول. لكن واضح كده ان كولر ما ذاكرش الفريق ده من الاساس. طب يا كابتن، عايزين نفتش النهارده كده في الملعب كان ماشي ازاي والماتش ماشي ازاي، واحنا خدنا ايه الماتش. قبل اي حاجه، انت بتلعب فريق قوي قولا واحدا؟ لا، مع احترامنا الشديد لفريق شباب بلوزداد، فريق على قده في المتناول، مع احترامنا ليه. الاهلي النهارده اداله اكبر من حجمه بكتير. طيب الاهلي النهارده لعب ازاي؟ ما ذاكرش فريق شباب بلوزداد، او ما ذاكرش الحاله نفسها. بمعنى ايه؟ هلعب خارج ارضي، هلعب 10 تحت الكوره. طيب لما هعمل التحولات زي ما قلنا امبارح، هعمل التحولات فردتين كويسين، الوينجر ليفت وينجر رايت، ده لازم. طيب مبدئيا كده يا جماعه، احنا قلنا ايه اول ما عرفنا ان التشكيل نزل؟ قلنا امبارح اكرم او افضل بديل 8 يلعب. بس لما التشكيل نزل النهارده احنا قلنا ايه؟ عملنا بوست وقلنا ايه بالظبط كده؟ ليه مودست وليه طاهر؟ ليه طاهر وليه مودست؟ طاهر مش جاهز، طاهر مش جاهز، طاهر مش جاهز، طاهر مش جاهز. حد يا جماعه لسه ما سمعش تاني؟ يا كولر، طاهر مش جاهز. طيب طاهر محمد طاهر، لا هو منه مصاب، ولا منه راح المنتخب، ولا منه اشتغل على نفسه في فتره التوقف دي. انت بتعمل ايه؟ احنا مش عارفين. هي دي فلوسك دي يا ابني؟ كده حرام. يعني يا طاهر اعمل بلقمتك، اشتغل على نفسك يا اخي. يعني الاهلي مستحملك كام سنه؟ انت مفيش. النهارده يا جماعه هنركز جدا على طاهر. قلنا يا جماعه طاهر ومودست. طب انت خارج ارضك النهارده هتلعب على التحولات على طاهر ومودست؟ انت بتهزر. ما احنا قلنا يا جماعه امبارح رضا سليم جاهز 100%، جاهز. اي حد غير طاهر هيبقى احسن من طاهر. لما يلعب النهارده على رضا سليم والشحات، مقصر برضه على الشحات. يا محدش يا جماعه يلوم على الشحات ولا اي حد. طاهر مبوظ الماتش. طاهر مبوظ الماتش. مش بنقول كده وخلاص، لا، هنجيب لك حالات يا جماعه معاكم دلوقتي. طاهر مبوظ الماتش ومبوظ شغل الكولر. مش عارف بصراحه. يا جماعه نشوف النهارده طاهر كان ماشي ازاي، وكان سبب رئيسي في سوء مستوى الاهلي. يلا يا جماعه نبدا كده مع طاهر. يلا بينا. نبدا دلوقتي بطاهر. دلوقتي يا جماعه الكوره دلوقتي في نص الملعب بتاعنا. هتيجي اكرم هيتقطع منه. هتيجي اللي في الاخر لمروان، هياخدها هيتقطع منه. هتيجي لاكرم تاني، اكرم هيطلع الشحات هيطلع مين؟ طاهر. تعال نشوف طاهر استقبل الكوره ازاي اساسا. يلا على الملعب كده. بس يا كابتن كده الكوره مع اكرم هيتقطع منه. تيجي لعيب بلوزداد هياخدها مروان يقف على كورته، هتتقطع. هتيجي لاكرم تاني هيديها للشحات. بص يا جماعه الشحات هيبص هيديها لطاهر. بص طاهر يعمل ايه؟ وقع. ده اللعيب بتاعك اللي هيطلعك. التحولات وانت مغمض عايز لعيب يكون اكتف وكان لعيب سريع. لعيب وقع لسه الدقيقه 4. اللعيب بتاعك وقع طاهر. طيب نتيجه تصرف طاهر ايه اللي يحصل؟ الشحات هيرحل مكانه. هتعمل علينا التحول. التحول هيتلعب من ورا طاهر، هيتلعب على هاني. الناس النهارده بتلوم على هاني النهارده. ما تلومش على هاني، لوم على طاهر، لوم على كولر اللي لعب طاهر اصلا. لما الكره هتلعب من ورا طاهر دلوقتي، مين هيرحل مكانه؟ الشحات. تعال نبص كده لما طاهر وقع. لما طاهر وقع ايه اللي حصل في الملعب؟ التحولات بتاعت بلوزداد. يلا الملعب كده. كبات دلوقتي يا جماعه لما تعمل التحولات علينا. بص يا جماعه كده نكمل. طاهر بص ماشي لوحده كده، لعيب بلوزداد براحته فين يا كباتن. بص دلوقتي اللي رحل معاه حسين الشحات. حسين الشحات قطع مكان طاهر وفضل الناحيه بتاعته عشان طاهر كسل يرجع. تعال نكمل اللعبه كده. لعيب بلوزداد يا جماعه نكمل. هيديها لزميله وهيعمل له الاوفرلاب. بص يا كباتن كده هيعدي بمنتهى السهوله من الشحات وهاني. هيعدي. كمل يا كباتن. هنقف هنا يا كباتن. لما اللخبطه اللي عملها طاهر دي ايه اللي حصل؟ الشحات رحل مكانه عشان طاهر كسل يرجع. عمل ايه؟ راح مع هاني. اتلخبط مع هاني. يعني هاني متلخبط بسبب طاهر.
حصل ايه؟ لعب البلوزداد عمل اوفرلاب، خد عينيهم، عدى هو، خلى في الاخر معلول يعمل التغطيه العكسيه، فضل المكان بتاعه. لما دلوقتي الكره هيتلعب دلوقتي، هيجي المفروض لاعب بلوزداد المفروض يحط وش رجله، الكره دي جول. من حسن حظنا ان ده لعيب ساذج حبتين، لعيبها ببطن رجله. اللي عمال يلعب كده استجابتي كده، بس جاي المفروض بوش رجله جول، عملها ببطن رجله. ده السبب اللخبطه دي والعشوائيه دي. طاهر بيه، طاهر بيه باشا، طاهر مش جاهز، قسما بالله ما جاهز. كولر انت بتحبه ليه؟ احنا مش عارفين. احنا ملناش يا جماعه مشكله مع طاهر، بس طاهر وحش جدا في الملعب، لعيب مؤثر جدا بالسلب على فريقك. طب ده يا جماعه لما استعنا بطاهر انه يطلع ويدوس معانا. طيب دلوقتي يا جماعه احنا قلنا لعيبه شباب بلوزداد بيتميزوا بالكور العرضيه. احنا بقى كاهلي هنلعب ازاي؟ على السكند بول. طيب السكند بول هنطلع على الوينجرز بتوعنا اللي هم الصراع، بيعرفوا يتحركوا بالكوره. طيب تعال نشوف الاول على الملعب كده. لما قلنا شباب بلوزداد بيعرفوا يلعبوا عرضيات ويتميزوا بيها، احنا هنلعب على السكند بول. تعال برضه نشوف برضه تصرف طاهر لما اتحولت الكوره عليه. يلا بينا. قلنا كويس امبارح في ليله المباراه شباب بلوزداد بيتميزوا بالكور العرضيه. يلا على الملعب كده. بس يا كابتن كده هيتلعب في العمق زي ما قلنا عشان يلعبوا الكور العرضيه. بص يا جماعه هيحضروا، هيلعب بالعرض، نكمل، يلعب بالعرض. بص يا كابتن كده المفروض نلعب على السكند بول، هتيجي هنا لهاني، الكوره اتلعبت عرضيه زي ما قلنا، السكند بول خدناها. هنطلع بقى، هيطلع على مين؟ تخيل لما تطلع تلاقي طاهر، وطاهر يلاقي مودست. تخيل انت، انا كواحد من جمهور الاهلي وجمهور الاهلي يتفرج على الماتش، التحول على طاهر وعلى جده مودست، انت متخيل؟ يلا الملعب. هاني دلوقتي هيطلع على مين؟ على طاهر. طاهر يعمل ايه؟ يعتمد على نفسه. عمل ايه طاهر؟ وقع. اكيد في الحالتين طاهر بيقع. طيب بتقع ليه؟ هسيب لك انت ترد. في الحالتين طاهر بيقع. لا حول ولا قوة الا بالله. ده طاهر انت بتطعن عليه يا كولر؟ ده طاهر. الحكم يا جماعه ليكم، هل ده اداء يلعب في النادي الاهلي؟ طب يا طاهر زي ما قلنا، لا انت مصاب يبقى ليك عذرك، ولا رحت للمنتخب لا مجهد ولا اشتغلت على نفسك. انت بتعمل كده ليه؟ مش عارف. الراجل مره يحطك مهاجم، مره يحطك وينج رايت، وينج ليفت، قبل كده حطك 8. طب ايه؟ طيب تقف تاني مع شوبير؟ يعني ناقص تقف مع شوبير بقى. يا جماعه الحكم ليكم. معانا ايه تاني يا جماعه؟ يلا بينا. كباتن معانا ايه تاني لطاهر النهارده؟ طاهر حرفيا النهارده كان مبوظ الماتش ومبوظ اللعب ومبوظ زمايله. الناس النهارده بتلوم على هاني، هو السبب في طاهر. النهارده لك ان تتخيل ان طاهر النهارده بيدخل في زميله، بيدخل في محمد هاني. انت متخيل؟ الكوره يا جماعه دلوقتي اخر كوره لطاهر عشان خلاص انا اتضايقت بصراحه على الاخر يعني. طاهر دلوقتي الكوره هتلعب دلوقتي، هيدخل على هاني، هيلخبط هاني، الكرة هتلعب من وراه، هيخلي ياسر ابراهيم يرحل، هيبيع مكانه ويستغنى عن مكانه عشان يغطي مكان هاني. طب لما غطى مكان هاني، العشوائيه اللي حصلت دي من طاهر ايه اللي هيحصل؟ عبد المنعم هيرحل مكان ياسر، معلول هيجي يعمل التغطيه العكسيه وغصب عنه هيبقى مكان منعم. الناحيه دي خلاص باظت. ده كل ده بسبب ايه؟ عشوائيه طاهر اللي دخل على زميل محمد هاني. يلا الملعب كده. تمام. بص الكوره هتلعب، ركز على طاهر اللي هيدخل على هاني. دخل على هاني اهو. عملوا ايه؟ الاثنين راحوا بلوزداد، راحوا. بص هنا هنقف هنا. لما طاهر دخل على هاني لبسوا في بعض، لقيت بلوزداد الاثنين رايحين في الاريا بتاعت هاني. اضطر ياسر ابراهيم يرحل مكان هاني. العشوائيه اللي حصلت دي بسبب طاهر. مع كان كامل تاني حصل ايه؟ هيعدي من ياسر ابراهيم. بص يا جماعه هنا الكوره دي جول. نقف، الكوره دي جول. احنا النهارده حظنا حلو ان احنا بنلعب فريق على قده. لو كنا بنلعب فريق تقيل كنا خدنا 3-4 مستريح. كل ده بسبب واحد مقصر في حق نفسه وفي حق النادي اللي سبورت ليه. مش عارف بصراحه. يعني انت يا كولر ما صبرتش على ايمن اشرف ولا عبد القادر اكتر ما صبرت او زي ما صبرت على طاهر. ليه؟ مش عارفين يا جماعه. سوء مستوى طاهر مخلى شكل كولر وشكل الاهلي بصراحه زي الزفت. يا جماعه شوفوا انتوا الراي ليكم دلوقتي، هل طاهر يستمر في الاهلي
ولا لا بعد المستوى المغزي ده؟ ده يا جماعه طاهر. الفرد التاني بقى مين؟ جدو مودست. يعني نشوف معانا ايه لجدو مودست. يلا بينا. دلوقتي يا جماعه مودست المحطه بتاعتنا اللي مش شغاله، اللي عطلانه دلوقتي يا كولر. كهرباء اهو جاهز وواضح معاك وبتشتغل بيه كويس جدا، وجاب لك اجوال كتيره وهداف افريقيا مع الاهلي. طيب انت بتلعب مودست ليه؟ بتعاند مين؟ احنا مش عارفين. دلوقتي مروان، دلوقتي يا جماعه هنعمل البيلد اب. هتيجي لمروان كدستروير، هيكمل هيسند على مين؟ على المحطه بتاعتنا اللي مش شغاله، المحطه اللي عطلانه، المحطه اللي على الملعب. يا جماعه كده الكوره مع منعم، هيديها لمعلول ولا هيديها لمروان كدستروير. هيكمل مروان هيسند على مين؟ على عم الحاج. عم الحاج عمل ايه؟ قطعت منه. هطلع على المحطه بتاعتي، المحطه عطلانه. طيب نتيجه ده ايه؟ اللي على الملعب كده نكمل. اتاخدت التحولات علينا، مروان طلعها اوت. يعني دلوقتي بنعمل بيلد اب، خدناها جت لمروان كدستروير هيعمل شغله، هيسند على المحطه بتاعتنا. المحطه بتاعتنا ضايعه اتقطعت. هيعمل برضو مروان هيكمل تاني معاه، هيطلع كوره اوت. طب ليه بنجهد الدستروير بتاعنا؟ ليه بنجهده؟ عشان في الاول اختياراتنا من الاول غلط. تعال نكمل كده على الملعب. كوره اوت هتتلعب بسرعه في ظهر مروان عشان العرضيات اللي بيتميزوا بيها. تلعب عرضيه، الكوره دي جول. لو كان في لعيب تاني فروت تاني مع الراجل بتاع بلوزداد ده، الكوره دي جول. كل ده يا جماعه تفاصيل صغيره. لو اللاعب فريق تقيل كان الفريق ده كسبنا. طيب ليه الفريق ده مش تقيل؟ حاجه صغيره كده من على طرف المعلقه، مع احترامنا لاخواتنا الجزائريين. فريق شباب بلوزداد في المتناول. تعالوا يا جماعه نشوف النهارده شباب بلوزداد فريق ضعيف ازاي على الملعب. يلا بينا كده. دلوقتي يا جماعه مع احترامنا لاخواتنا الجزائريين، شباب بلوزداد فريق على قده. ليه على قده؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي على ارض الملعب وهم بيخرجوا بالكوره. الكوره هيتلعب لونج بول، هتيجي لياسر، ياسر هيطلعها. السكند بول بقى لما تيجي لشباب بلوزداد، تعال نشوف شكلهم على ارض الملعب كان عامل ازاي. يلا بينا. حط معاك كوره لحارس مرمى يلعبها. بص يا كباتن كده، هيتلعب لونج بول، هيتلعب مين هيطلعها؟ ياسر. السكند بول بص يا جماعه هنا، اول واحد بره، التاني اي كلام، التالت يلا بينا اي حاجه. جبت الكلام من عندي. انت بتلعب فريق، مع احترامي، فريق لو فريق تقيل هياخد الكوره هينزل هيباص وهيطلع صح. لكن ده فريق بيشتت. التلاتة من بلوزداد تفكيرهم واحد، اول واحد بيشتت، التاني بيشتت، التالت بيشتت، بره خالص. يا جماعه مع احترامي يا جماعه، كولر ما ذاكرش في فريق شباب بلوزداد. احنا خدنا 50 يوم راحه فعلا. شفت ان مارك نرجع ازاي الهلال السعودي كان مستريح ازاي. احنا خدنا فريق راحه تامه، راحه مش تمرينات بقى، لا راحه، كنا مريحين. واكبر دليل طاهر. زي ما قلنا يا جماعه لما عرفنا التشكيل نزل قلنا ايه؟ طاهر ومودست. والحمد لله حصل اهو. اللي كان مبوظ الماتش النهارده طاهر ومودست، وخصوصا طاهر، ده اللي قلناه. يا رب يا جماعه الحلقه تكون عجبتكم، ومعلش خيرها في غيرها. مجموعه سهله جدا بس احنا لازم اللي نصعبها. ليه؟ مش عارفين. بس خلاص نهايه حلقتنا. يا رب ان شاء الله تكون عجبتكم. وكده يا جماعه الاهلي معاه 6 بونت، هيطلع من ديام الغاني الجمعه الجايه. بس يا جماعه تعليقاتكم معانا الجمعه الجايه، هنلعب برضو على التعادل ولا نلعب على الفوز؟ واستنى يا جماعه تقولوا رايكم في الحلقه، وتقولوا رايكم على مودست وعلى طاهر. يا رب ان شاء الله يا جماعه الحلقه تكون عجبتكم. ونهايه حلقتنا مستني يا جماعه دعمكم لينا. ولو بتشوفنا على الفيس اعملوا لايك وفوق البيج، شوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب، في انتظارك ان شاء الله. وشكرا لكل كابتن معانا على البيج. شكرا يا كباتن، سلام.